أنا اسمي الحركي عقيد عطشان، واسمي الحقيقي محمد ظاهر الدرويش، وأنا من قرية العطشان، وأنا أكبر واحد بالعيلة، وعندي 4 أخوان وأنا الخامس. وأنا بالمدرسة ما درست لأنه وضعي بالبيت كان وضعي ضعيف، وأبوي همزة كان شوفير سيارة، وهمزة كان يعني ما يقدر يعين البيت، وأنا فقمت أساعده وأشتغل معه. يعني أنا كنت زادين همزة أشتغل بالإحدادة، وكنا يعني نساعد أهلنا. ولبين ما شفنا إنه هالأوضاع هذه وإجوا الرفاق علينا، رحنا تطوعنا ورحت مع رفقاتي، وشفت يعني في ناس يعني مكون كثير، يعني مو بس إنه إحنا العرب موجودين، في أكراد وفي يزيدية وفي يعني مسيحية. ولهالشي إنه يعني حببني هالشي هذا إنه أتطوع وأصير مع الرفاق. إنه كنا إيد وحدة ومشان نحرر مناطقنا. وفي هم زادين يعني الشيء الكويس، يعني كمان كان معنا رفيقات كمان معنا، يعني كانوا يساعدونا، كانوا هم زاد يعطونا بالوردة، يعطونا تدريب، يختلطوا معانا، يعني كان في روح رفاقية يعني كتير كتير كويسة. لهالشي هذا حبينا إنه نكمل مع الرفاق. يعني كنا هم زادين يعني كان في كتب كمان للقائد، كانوا يحبوا إنه نظل نقعد مع بعض ويعطونا دروس ويعلمونا ويفهمونا إنه السلاح وتدريب السلاح غير وقت الضرورة واحد يستعمله أو يشتغله، يعني مو كل شغلة واحد يقدر يحمل السلاح. وكان يعني في يعني أكثرية الناس كانوا يجوا وما بيعرفوا شيء عن السلاح، فكنا يعني إحنا هنا رفقات كنا مع بعض، كنا على طول إنه نعلمهم على السلاح ويعلمونا على السلاح ونتعلم مع بعض. ولما كنا كمان ننزل على البيت وأنزل على القرية، كنا نقعد يعني مثل أنا والشباب نقعد مع بعض. فكنت قلت لهم إنه أنا قاعد أشوف أنا كمان زادين وحبوا لهالشي هذا إنه يجون ويتطوعون معي. وفي يعني كثار من القرية راحوا وتطوعوا لأنه في إنسانية، وكانوا لهالشي هذا يحبوا، وكان يعني كل شيء كويس. يعني حتى في إخواتي 3، يعني من قد ما كنت أحكي إنه أقولهم يعني 3 من إخواني كمان تطوعوا، وكمان في أولاد عمي كمان، وفي ابن عمي كمان استشهد كمان، يعني من زمان تطوع، من قد ما كان اليبكة كان اسم يعني اسم على مسمى، يعني كانوا حيل كويسين مع الشعب. على هالشي هذا احنا قاعد نمشي ونخبر الناس. قبل ما نفوت على حملة تل برك، يعني حملة تل برك يعني كانت صعبة حيل. يعني كان فيها دواعش كثير، وكان يعني أكثر من الدواعش كان في ألغام، ويعني ما كنا نقدر نفوت، يعني كل ما نحاول نفوت عليها يصير معنا شهداء ويصير معنا ضحايا، يصير معنا متصاوبين. فيعني مرتين 3 يعني إلا صرينا وخذيناها. فأول شيء يعني راح شهداء أكثر يعني من رفقاتنا. فالهالشي هذا الشيء إنه الرفاق راحوا، الشيء اللي خلانا إنه نجيبها وناخذ تل برك، إنه ما تركناها وتركنا دم الشهداء يروح. وكنا إحنا يعني كرفاق كنا إيد واحدة، وما كنا المكان اللي نمسكه ما كنا نتراجع عنه، كنا يعني رفاق إيد واحدة وصداقة إيد واحدة ومتعاونين بكل شيء. يعني حتى إذا ما كان في أكل ما كان في شيء، يعني كنا ما نترك بعضنا، يعني نظل مع بعضنا. ما كانت بس سهلة إنه يعني ناخذها، بس خذيناها الحمد لله.
ننزل على البيت ونستريح. بعد ما نستريح كمان نروح في حملات النوب ثانية نروح عليها. رحنا كمان على حملة شنقال. يعني حملة شنقال كانت يعني صعبة حيل. كان في يعني وين ما طلعي كان في دواعش كثير، وكان في رفقات يعني كنا عم يبدلوا. كان يعني حملة شنقال يعني كانت عند الباب، كنا فوق على الجبلة، يعني كانت فيها دواعش كثير. يعني كنا الليل والنهار كله ما كنا ننام، يعني نظل سهرانين لحتى ما يجوا رفقاتنا ويبدلونا. ظلينا احنا والرفاق يعني بحملة شنقال، وظلينا مع بعض وإيد وحدة لبين ما حررناها. يعني صح كان فيه يعني مناطق كان فيه ملقمة، وكان فيه إصابات، وكان فيه رفقات يعني تصاوبوا، وفي رفقات استشهدوا، بس رغم هالشي هذا ظلينا مكملين. وبعدها يا نروح أنا ورفاقي، يا نبدل نريح رفقاتنا، يا أما نروح نكمل على حملة ثانية. وكنا نفوت يعني نفوت جبهات كثيرة بكل هالشي هذا، وما تراجعنا. يعني ليش ما تراجعنا؟ تراجعنا لأنه في رفقات معنا، كانوا الرفيقات اليبجة كانوا يجوا لعندنا نحكي مع بعض ويعطونا دروس سياسية مع بعض. يعني هذا الشيء انه اللي خلاني انه اظل اكمل واظل عسكري يبجة. كانوا هم يقاتلوا معانا، وش قد ما كان في يصير عندنا شهداء، يصير انه نفس نقاوم وناخذ مناطق اكثر، مشان اكثر شيء رفاقنا الشهداء اللي كنا نقعد 24 ساعة مع بعض وقعدتنا سوية. شاركت بها أول ما دخلنا على الحسكة، دخلنا على البنايات الحمر، عن طريق البنايات الحمر وفتنا على الحسكة. بس الحسكة كان يعني شعبها ما كان بده يستقبلنا أول مرة، يعني ما كان بده. يعني شفنا يعني مصاعب كثيرة، يعني صارت حرب شوارع، يعني ما عاد نعرف، يعني كله صار من البنايات صار الضرب يجينا، يعني ما عاد نعرف اللي يجينا الضرب من المدنية من الدواعش. صمدنا على هالبنايات، صمدنا لبين ما حررنا الحسكة. يعني كان بي كثير رفاق من اليبكة كانوا يعني استشهدوا من وراء البنايات. لما نطلع بيهن بالليل، بالنهار كانوا يشوفونا، كانوا يجوا يلقمون المكان. فلما نرجع ناخذ أكل أو مي أو شي نشربه، كان نرجع مفخخ وأخذناها كامل. يعني في ناس كثير من الحسكة الشباب لما عرفوا إنه اليبكة يعني جايين نحررهم، يعني شافوا شي إنه ماشيين بالحق، وإنه إحنا رفاق. يعني إيش ما كنا أرحم من الدواعش، كانوا يعذبونهم حيل، كانوا يعذبونهم حيل. يعني شعب الحسكة قال إنه كان ضر حيل، ونسبة يعني 50% أو أكثر يعني كانوا طوعوا فورا معانا، فورا اجوا تطوعوا. كمان يعني كان معنا رفقات يبجة، كانوا يعني معنا بكل حملة كانوا يجوا معنا. ولما الناس شافوهن يعني شلون انه يعني رفيقات يبجة انه يجوا يقاتلوا، يعني حتى صار في بنات كمان تطوعوا معانا، وشباب كثير تطوعوا، والحمد لله يعني خلصناها من الدواعش كامل. الفترة هذه لما الحسكة يعني يمكن 3 أشهر 4 أشهر ما كنا ننزل على البيت.
ورحنا كمان على حملة منبج. يعني حملة منبج كانت كلها ألغام، يعني وين ما نمشي مليانة ملي ألغام ومتفجرات. يعني حتى في مدنية يعني من وراء الألقام، يعني كانوا زادين راحوا شهداء منهم تصاوبوا من المدنية. يعني الدواعش لما كانوا يحاربوا ويرجعوا، كانوا المكان اللي احنا نتقدم عليه كانوا يعبونه ألغام، ما كانوا يتركونه. وظلينا نحارب كمان منبج، نحارب لبين ما وصلنا قرية اسمها أم عدسة. أنا هنيك تصاوبت بأم عدسة. كنا احنا يمكن بينا شي 20 واحد من رفقاتي بالغرفة، بيت يعني صب كبير، وإجوا الدواعش وهجموا علينا. في واحد من الرفاق فتصاوب، انضرب كتفه، وأنا طلعت بداله على البكسي برا فوق، وظلينا نضرب الدواعش. الدواعش كانوا نسبة يعني حيل كثيرة لما هجموا علينا، وظلينا نقاوم لبين ما قاموا يزتون علينا من فوق قنابل. وتصاوبنا أنا ورفيقي، ولمن ضغط في حائط من هون يعني نهدوا ووقفنا. ورفقاتنا اللي جوا سحبونا وحطونا جوا. أنا ما حسيت بوقتها، ما أحس بشي، جسمي كله كان صار فيه شظايا ودم. رفقاتي كلهم لفوني وضمدوني وقعدت. لما قعدت أحس إنه في شي هين دم، يعني حار حيل، كان يوجع راسي، فتصوبت وعيني هاي راحت. وما يندمان لأنه راحت، لأنه كنت مع رفقاتي وما يندمان إنه عيني راحت. وظلينا يمكن 20 دقيقة لبين ما أجوا رفقاتنا وأخذوا المكان، رجعوا أخذوه، أجوني بالبانزيرة وسحبوني وأخذوني على المشفى. ظليت بالمشفى شي 10 أيام، وإجوا عادين من المشفى أخذوني على المشفى القامشلي. من المشفى القامشلي كمان ظليت شي حول 4 أيام. طريقة العلاج كانت حيل كويسة، واهتموا بي بالمشفى القامشلي على أساس بدي أروح على ديري. بس أنا بوقتها يمكن صار لي شي 8 أشهر خايب عن البيت، ما أجيت على البيت. فخبروني قالوا خيو بدك تروح على أهلك، تشوف أهلك شي نص ساعة، وإحنا نجي بالسيارة الإسعاف ناخذك. فأجيت عند أهلي، قعدت ظليت تقريبا شي 2 ساعة. يعني أهلي ما استغربوا، يعني ما انزعجوا يعني أني تصاوبت، يعني بالعكس اهتموا بي وحطوا لي ضماد وغسلوني. لم شي 2 ساعة وإجت سيارة الإسعاف وأخذوني على ديري. رحت على باشور، ظليت بباشور يمكن ظليت شي 8 أشهر. يعني طريقة العلاج يعني حيل ممتازة، والرفاق يعني ما تركونا. يعني عيني الدكاترة قالوا لي ما تزبط، الرفاق قالوا لا، وتعالجت وأحلى العلاج تلقيت. لما رجعت من باشور ظليت فترة 2 شهر بالبيت. الرفاق عم يجيبوا لي مصروف، عم يجيبوا لي علاجي، عم يجيبوا لي أدوية، عم يجيبوا لي كل شيء للبيت. فكان في إلي رفاق يعني غادي، كنت أروح معاهم، أروح على الحملات. يعني حتى حملة الرقة رحت مع رفقاتي
وظليت ماشي معاهم وقاتلت معاهم إلى الملعب الأسود. الوقت عادين جسمي قام ينزف، ما عاد أقدر. فالرفاق أخذوني بالسيارة وودوني على المشفى وجابوني على البيت، قالوا لي لا عاد تتحرك، ما عاد تقدر تروح أنت على العسكرية، احنا نجيب لك كل شيء لعندك للبيت. كمان رحت على حملة الشدادي، يعني حملة الشدادي كانت صعبة حيل. ويعني صحيح كنا نعرف انه يعني رفقاتنا احنا سوية، وكنا نعرف انه في راح يصير شهداء، راح يصير متصاوبين، بس يعني اذا ما صار في شهداء وما في متصاوبين ما راح نقدر ناخذ الشدادي. والشدادي كانت صعبة حيل، يعني اول ما دخلنا عليها يعني كان الاهالي كلهم كانوا يعني مع الدواعش، يعني ما كنا نعرف نقاتل مين يعني. ولما تحررنا وثبتت نقاط، يعني كثير أهالي يعني من الشدادي ومناطق الشدادي جابوا يعني أولادهم، وفي ناس يعني كثير ما كان في عندها شغل ولا في عندها شيء، يعني عن طريق رفقاتنا اليبكة يعني صاروا يشتغلوا، صار في حركة عندهم، يعني كان الشعب يعني حيل وضعه ضعيف. فلما احنا دخلنا وزبطنا الوضع عندهم، يعني صار في ناس عم تشتغل، ناس عم تطلع عم تفوت، يعني حتى ما ظل في عندهم خوف. ولما يعني رجعوا الرفاق وخلصت علاجي، حالوني على بيت الجرحى. لما صرت ببيت الجرحى صاروا عم يعطوني علاج وعم يعطوني أدوية ويودوني على المشافي ويرجعوني بالسيارات. حتى بعد ما تصابت يعني صار عندي أمل إنه أكثر، يعني إنه يعني أروح أخدم عسكرية. يعني شفت إنه الرفاق كونك تصابت وراحت عيني ما تركوني، وظليت بدار الجرحى وعم يعالجوني، وخلوني قالوا مشان ما أظل قاعد بوحدة بالبيت تروح تسوي دورة. فرحت سويت دورة بعين عيسى للرفاق تبع دار الجرحى المتصاوبين. وبعد ما خلصت الدورة وشفت الرفاق في بعضهم يعني ايده رايحة ورجله رايحة، وشفت انه يعني لسه في امل، يعني بامل يعني بالحياة انه نكمل، يعني انه ما ظلينا قاعدين بالبيت. الوردة كانت عن دروس سياسية وعن المرأة، ويعني كان أكثرية يعني المرات عم يعطونا دروس كمان عن المرأة. الدورة اللي كنت بيها كانت مختلطة، يعني كان في شباب متصاوبين من الشدادي، وفي من الحسكة، وفي من القامشلي. كانوا يعطونها يعني عن دروس سياسية وأخلاقية، وشلون يعني التعامل مع الناس. ويعني استفادين يعني من هالدروس السياسية انه فتنا بعمل واشتغلنا، ويعني استفادين، يعني ما ظلينا قاعدين بالبيت، يعني ما تركونا وخلونا نكمل شغلنا للآخر. كنا على طول كمان حتى بعد الدروس كنا يعني نقعد مع بعضنا كرفاق، يعني في اللي عينه رايحة، اللي رجله رايحة، اللي ايده رايحة. رغم هالشي هذا يعني كان ياخذ الدروس النبذ يعني بروردة ويتعلم أكثر، يعني ما بده إنه يعني إنه هالشي راح منه إنه يعني يتركه ويروح، إنه هالشي هذا يعني راح مني يعني أنا راح أقعد، لا، يعني صار عنده أمل إنه أكثر إنه رفقات يعني يسوون الشغلات وخلونا ناخذ دورات مشان نفوت بعمل ثاني يعني ونساعد الرفاق. ويعني مثلا طريق العلاج كرفاق الجرحى، يعني داد يأملونا كل شيء، يعني يجيبونا كل شيء، يعني قد ما الرفاق بدهم وتعبانين وشي يعني عم يسووا لهم فيزيك،
يجيبوا لهم أجهزة، كل شي يجيبوا لهم للرفاق، بس إنه يعني يتحسنوا، يطلعوا من هم الشي اللي فيه. وحتى يعني بعدها يعني بعد الدورة اجوا حطونا بعمل، قالوا كونكم انتم رفاق متصابين يعني تطلعوا بعمل تشتغلوا، لكم الأولوية، يعني انتم رفاق جرحى ومتصابين، وانتم يعني ما تظلون، لازم انتم بكل شيء تكونون الأولية. أملي انه أنا يعني أتمنى انه لرفاقي العساكر انه إلهم النصر، ويا ريت انه أنا يعني ما أكون متصاب، أكون معاهم هلا بالجبهة وأكمل قتالي. وأتمنى انه لرفاقي المتصابين الشفاء.